السلام عليكم. هنناقش النهارده موضوع بطريقه ظريفه شويه بعد غيبه كبيره كده، وهو ازاي انت تربي ابنك ولما تربيه غلط الموضوع بيفلت منك وممكن يجي على دماغك. هنعمل ديالوج بيننا وبين بعض كده في حوار علشان المعلومه توصل. يا رب الفكره تعجبك ان شاء الله. السلام عليكم. معاكم النهارده ضيف هنتكلم معاه في شويه حاجات ونقول له اهلا وسهلا. اهلا، شرفتنا بالبدايه. اهلا وسهلا بيك يا سيدي، وفرصه سعيده ان انت اتحت لي الموضوع ده عشان نتكلم مع بعض فيه ونقول للناس الفكره اللي احنا عايزينها. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. تمام. للاسف الناس كلها بتشكى من ابنك وتقول انه اسف في اللفظ قليل الادب، مش محترم، ما عادش بيحترم حد، بقى بيتخانق كل يوم مع فلان، عمل مشكله مع فلان. ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ للاسف اللي وصل الموضوع لكده انا كنت مفكرها بقى ان العيل لازم يبقى مدردح ولازم يبقى ما يسيبش حد يكسر عينه. كنت بقول له اللي يبص لك يفخت له عينه وما تسيبش حقك لحد ومالكاش دعوه، وانا لغايه ما بقى بالشكل اللي انت شايفه ده. بدا الموضوع يتطور منه، بدا الموضوع يزيد عن حده. يعني انت السبب. يعني انا مش هكدب عليك، هنقول لك ايه يعني. كنت مفكر ان دي جدعانه، قال يعني بقى لما ياخد حقه بايده دي تبقى كويسه، لغايه ما الموضوع زاد وبقى. كنت بتشجعه على كده كمان؟ طبعا. كويس. وانا ما كنتش واخد بالي اصلا، كنت مفكر ان انا كده بربيه كويس بقى، ان هو ايه ما حدش يدوس عليه، ياخد حقه اول باول. بس اتضح ان ده كله كل يوم عامل لي مشكله، كل يوم اروح اقول لفلان حقك عليا، كل يوم معايا، وكل يوم اقول له واحد حقك عليا، وكل يوم اقعد في جلسه، وكل يوم يقعدني في مشكله. ايه اللي انا استفدته في الاخر؟ ان انا بقى بينقال عليا ان انا ما عرفتش اربي الولد. هي دي كل الفكره بقى في الموضوع. بس خلي بالك ان في فرق بين الشجاعه والتهور. يعني الشجاعه ان العيل اللي يبقى جدع وقت الموقف كويس، انما تهور ده اسمه تهور. كل يوم عامل لك مشكله اهو. تمام. ما انا للاسف كنت مفكر الحاجات دي ان هو يبقى شجاع يخش في اي حته بصدره زي ما بيقولوا. بس للاسف انا فهمت بعد ما خلاص بقى من الشجاعه ديت برضو عندك انت. ايوه طبعا. الشجاعه ديت ان انت توقف الظلم، انما التهور ان انت تبقى الظالم للاسف. يعني اتفهمت غلط، يعني فلت منه الموضوع. نعم. للاسف الواحد بقى مش عارف يوري وشه الناس منين ازاي، وبقى ماشي باصص في الارض مش عارف الناس بقى. يعني بنحاول نصلح يا راجل ده فلت منه. انت ما عادش كلامي بيحوق معاه كمان زي ما بيقولوا، ولا فارقه معايا بقى خلاص. هو للاسف الموضوع فلت مني. وعشان كده بنقول يعني ايه. طيب جميل. بنقول إن كل اللي انت قلته ده كويس وانت ندمان على اللي انت عملته. تمام. لو حابب تقول كلمه لاولياء الامور والشباب في الاخر تقول لهم ايه؟ نصيحه من تجربتك الشخصيه. والله اقول ان انت ما تفوتش لابنك حاجه غلطه بغلطه، وما تقولوش. علمه ان الاحترام هو الرجوله، علمه ان احترام الغير هو الاساس، هو الاساس اللي هيمشي عليه بعد كده. ان مش الموضوع مش بلطجه ومش فتوانه وان انا اخد حقي وان انا اخد حقي بدراعي. عمر ده ما قله الادب ما بتجيب حقوق، قله الادب بتجيب غلط. قله الادب بتنعكس عليك، على التربيه، على البيت، على كل حاجه. بيقول ما بعرفش يربي. حلو الكلام ده. بس قبل ما تسيب ابنك يفلت منك وتعلمه على الحاجات دي، علمه الاول انه يحترم غيره نفسه. الاحترام هو الباب والسبيل لان الناس تحترم. اكيد طبعا. مش البلطجه وقله اكيد طبعا. قله الادب ما بتجيبش الا قله ادب. تمام. الاحترام بيذلل لك كل العواقب. الراجل المحترم بيبقى نقال عليه محترم. دي كانت رساله في الاخر، يا رب يكون الموضوع عجبك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. السلام. يا رب بس الفكره توصل.